السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هقولك ازاي تعملي صينية الحبايب في البيت وتفاجئي جوزك من غير ما تكلفك اي حاجة. ازاي توفري طبعا من مصروف بيتك انك انت تعملي ديكورات. طبعا انا ما اشتريتش اي حاجة من بره في الديكورات دي، وهقول لكم ازاي عملتها وازاي طبعا بفاجئ جوزي، وازاي طبعا انت اصلا عشان تبدأي مفاجأة تبدأي من امتى وتخلصي امتى وتعملي ايه وتجيبي ايه. طبعا كل ده هقوله لكم في الفيديو، واقول لكم كل حاجه كلفتني ايه بالظبط، والحاجات اللي اشتريتها والحاجات اللي كانت عندي والحاجات اللي كنت طبعا كل اكله كل بتاع كنت بشيل ايه منها. انسان بالله كده ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا اول حاجه كده انا بالليل قبل ما طبعا عشان جوزي عمله مفاجاه، جيت بالليل كده وجوزي كان بره، دخلت التلاجة طلعت طبعا انا بعمل الصلصه يا جماعه، بفرزها. هنا كنت سايبه حتتين بانيه، كنت سايبه كام. طبعا انا وريتكم ازاي تعملوا الممبار من الامعاء بتاعه البط، وطبعا لو عندك ممبار هتخليه عندك. انا ما جبتش غير نص فرخه من بره، وكل حاجه دي كانت عندي. طبعا بتيجي من بالليل كده غسلت هنا الفرخه كويس عشان اتبلها، والممبار نضفته كويس، وهنا حمرت بصله. وانا بعمل طبعا التسبيكه بتاعه الطماطم عندي بتكون جاهزه. يعني انا بعمل الصلصه جاهزه وبحطها طبعا كده. ساعات بعملها بالبصل وساعات بعمل الطماطم بس. هنا جبت بصلايه وطماطمايه وطبعا حبه توم والتوابل بتاعه الفراخ المشويه زي ما انت بتحبها. كل ده تعمليه من بالليل لو جوزك مش موجود، عشان طبعا لما تصحي الصبح تكوني طبعا فايقه انك انت تعملي ديكور، تعملي بديكير، تعملي اختشاور، تلبسي كده. فعشان كده تعملي كل الاكل دوت من بالليل. هنا تبلت الفراخ وطبعا حطيت معاها البانيه. وهنا برضو ورق العنب انا جايباه من عندنا من البلد من الشجرة، فعشان كده شكله عامل كده. ولفيت ورق العنب، كل ده انا بعمله من بالليل يا جماعة. تمام. اخلص طبعا لف ورق العنب، وطبعا حشيت الممبار بنفس الخلطة بتاعت المحشي. وهنا البانيه والفرخة. وقعدت كده بالليل وانا كده رايقه، مسكت كده ورقه وفضلت اكتب كام لفته كده. طبعا الخط على قده بس مش مشكله، اهم حاجه انك انت توصلي لجوزك انت بتحبيه قد ايه. ممكن تحتفلي طبعا في عيد الحب، في عيد جوازك، عيد ميلاده، يعني اي حاجه انت يعني احتفال ممكن تعملي له كده. وزي ما تقول ده ورق كرتون هتقصيه هنا، وبالقلم الجاف قلم فلوماستر. ما توقفيش اي حاجه يا جماعه، الدنيا بسيطه. وطبعا طالما الحاجة انت عاملاها بحب جوزك هيفرح جدا. تمام. هتخلصي طبعا كل الحاجات ديت وهقول لكم هتلزقيها ازاي. بعد كده، بعد ما خلصت ده بالليل جيت هنا الصبح. طبعا انا الحاجات اللي اشتريتها، نزلت اشتريت الشمعة والستارتين دول، طبعا الالوان اللي انت بتحبيها. وطبعا الورد المجفف ده كان عندي، ودول خدتهم من الفازة بره الورد، والورد دوت من الفازة. وهنا اللافتات اللي انا كتبتها او الاستيكرات. وبعد كده الشمع ده كان عندي برضو، انا ما برميش اي حاجة. وجبت شوية بلالين كده، ما حبيتش يبان طبعا يعني عشان بالون مكلفة. المفروض انت لو حابة تكلفي هتزودي بالين، فانا حطيت كام بالونة كده عشان طبعا الاسعار. وجيت هنا برضو الحاجات على التسوية، وخلصت طبعا هنا الممبار هسلقه واحط المحشي برضو يستوي. هعمل برضو هروح اعمل الرز. طبعا انا عملت معاكم كل الاكل دوت بالتفصيل. حمرت بصلايه، حطيت التوابل بتاعه الرز البسمتي، وطبعا الليمون والقرفة. وطبعا هتقلبي كده وهتسيبي الرز يستوي. طبعا انا لحد هنا انا خلصت طبعا. هروح برضو هقلي البانيه وكده وهخلص كل الاكل. وحطيت الفراخ المشوية تتشوي في الفرن. وجيت هنا طبعا عشان اعلق الزينة جبت الستارة، وطبعا قصيتها بالنص عشان انا عايزة احط يعني شكل احمر من هنا وشكل احمر من هنا. وبعدين طبعا هحط اللون اللي هو الذهبي في النص. طبعا انت حابه، بص انا بديلك الفكره، وانت زي ما انت حابه اعملي عندك بس يعني الالوان وتنسقي الالوان وكل الكلام دوت زي ما انت حابه. خلصت طبعا. وهنا كنت مخليه عيالي برضو يساعدوني عشان يحسوا بالفرحه ويفهموا ان احنا بنحتفل وكده. كانوا بينفخوا لي البلالين. وبعد طبعا ما تخلصي بقى هتجيبي شريطة من اللون الأحمر دوت الستارة، وهتربطيها كده وتاخدي وردة
وتربطيها في الطرف بحيث انك انت لما تعلقي البالونة، وهنا برضو شريط لحام عادي جدا هتعمليه كده، هتلفيه على ايدك وتحطيه في البالونة من ورا، وهيلزق في السقف، مش هيطلع السقف ولا حاجة، ولا تجيبي دبل فيس ولا الكلام دوت، وخلي الدنيا بسيطة معاكي وهيطلع معاكي احلى ديكور. تمام. وبعد كده انا هحط طبعا زي ما انتم شايفين ادي البالونة وفيها طبعا الوردة من تحت، هعمل كذا واحدة بالشكل ده. ولو عندك شوية فاكهة كده، اي فاكهة قطعيها، شوية بلح، تفاحة. وهنا طبعا مسحت الأوضة وطلعت السجاد بتاعي وفرشت السجاد بتاعي وخلصت مسح، والأوضة بتاعتي كانت جهزت. وهروح ادخل طبعا اخد الشاور وعشان اغرف الاكل. وهنا بنورد المجفف، عملت طبعا حرفي وحرف وقلب كده وحطيت الليد، وكانت طبعا الأوضة زي ما انتوا شايفين، وفرشت المفرش. وكانت طبعا الأوضة كده هوت. بعد ما خلصت حبيت ان انا احتفله في الأوضة، لان هو اول ما بيجي من بره بيخش على الاوضه على طول. وهنا حطيت رمان وشويه تسالي بسيطه يا جماعه، عشان الناس ما تقولش ده حابه ومش حابه طبعا، على حسب يعني تكلفتي. وهنا بقيت اغرف الاكل كده بسرعه واحمر الممبار والكلام دوت طبعا. عشان وبعد ما خلصت انا غطيت الصينيه بورق السلوفان عشان طبعا ما تبردش. وبعد كده دي رصة الصينية، ده الورق العنب، وبعد كده شوية الممبار، وطبعا كام قطعة بانيه دول اقل من ربع، وده نص فرخة. انا مشتريه نص فرخة، انا رحت بتاع الفراخ قلت له انا عايزة صدر وورك عشان احطهم كده. تمام. وشويه طبعا اي شويه خضره كده وكده. الصينيه عايزه اقول لكم والله العظيم الصينيه ديت احلى من الاحتفال. الصينيه كان طعمها كل حاجه فيها كانت احلى من التانية، سواء الفراخ المشويه، الممبار، الرز. وجوزي لما شافها طبعا انبسط جدا جدا، لانك انت عشان تروح تجيبيها من بره هتكلفك طبعا فوق ما تتخيلي. وهنا طبعا كنت حاطه برضو التلج وشويه حاجات كده. ورحت طبعا جبت التورته، الصراحه انا جايبه التورته جاهزه عشان ما كانش فيه وقت ان انا اعملها. وخلصت كده، هو كان جاي من بره خلاص عشان يدخل طبعا يشوف المفاجأة الجميلة اللي انا كنت عاملاها. فهنا طبعا كان هيدخل. هوريكم طبعا الأوضة كان منظرها كده. طبعا هو اتفاجئ جدا جدا وانبسط. يعني حاولي انك انت تبسطي جوزك وتعيشي طبعا اللحظة. بلاش تقولي الاسعار غالية ومش هعمل. حاولي انك انت كل ما تجيبي حاجة تشيلي منها قطعة بانيه، تشيلي حتة ممبار، تشيلي حتى لو رز، حبة رز على حبة رز هيعملوا لك شوية حاجة بسيطة ممكن تحتفلي بيها. وطبعا وهنا طبعا انا حطيت الصينية جوه هنا جنب التسريحة. وطبعا الاحتفال كان يوم كان جميل جدا جدا. قولوا لي رأيكم في التعليقات، وقولوا لي طبعا لو في اي حاجة ان انا اعملها السنة الجاية قولوا لي، عشان طبعا انا بحب رأيكم جدا جدا، وبحب طبعا تعليقاتكم، بقرا تعليقاتكم تعليق تعليق. وبكده طبعا وصلت معاكم لاخر الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم. متنسوش تحطوا لي لايك وتشتركوا لي في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد.